مساء الخير يا حبايبي، مساء الهنا. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير بإذن الله. يلا كده نعمل مع بعض بسرعة كده عشوة جميلة. نعمل شوية عجة تحفة وسريعة اقتصادية كده، بكمية بيض مش كتيرة، بس هقول لكم واحنا بنتفرج كده على الفيديو ان شاء الله. هقول لكم على سر ازاي تبقى منتفخة كده برغم ان البيض مش كتير. طبعا انتوا عارفين ان البيض دلوقتي سعره قد ايه، انما هي جميلة جميلة جميلة. طبعا احنا عارفين احنا بنكترها يعني، او بيخليها تبقى مرتفعة كده وجميلة بكمية البيض، يعني تبقى كتيرة شوية. نظرا ان البيض غالي، فانا عاملة حاجة تانية كده عشان تخليها مرتفعة، بسم الله ما شاء الله، وعالية كده ولذيذة جدا. يلا نبدأ كده ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. واللي بيشوفنا لأول مرة يعمل جولة في القناة كده، وإذا لقى المحتوى بتاعنا يستحق يشترك في القناة ويفعل الجرس إن شاء الله عشان يوصل له كل جديد. إن شاء الله هيلاقي حاجات كتيرة اقتصادية وجميلة. مش معنى إنها اقتصادية إنها أي كلام، لأ، اقتصادية وجميلة. اللهم صل على سيدنا محمد. وما ننساش يا جماعة اللايك والمشاهدة المعقولة يعني بإذن الله. وانا يعني بشكركم على والله على تشجيعكم ليا، والكومنتات الحلوة اللي انا بقراها بتشجعني، ويا رب ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم باذن الله. وان شاء الله كده اعمل حاجات كويسة باذن الله. زي ما انتم شايفين كده العجة، زي ما انتم شايفين منتفخة كده وجميلة، يعني هشة كده، وبرغم ان انا مش حاطه لها بيض كتير زي ما هتشوفوا في الوصف. طبعا انتوا عارفين البيض بقى بكام دلوقتي. الحمد لله على كل شيء. يعني العجة بتحتاج بيض كتير وبصل كتير، والبيض غالي والبصل غالي، فلازم نعمل حاجات اقتصادية في نفس الوقت برضو يكون طعمها حلو. بنشوف كده أي حيل تخلينا نقدر نعمل الحاجات حلوة وتعجبكم بإذن الله. أول حاجة كده أجيب طاسة واعمل فيها بصلتين صغيرين كده، اقلي فيها بصلتين صغيرين مش قوي، يعني مش هغمقهم، يعني يا دوبك كده يتدبلوا كده. شوية زيت حلوين طبعا، يعني مش معلقة، لا، يعني شوية زيت كده كويسين عشان تبقى طعمها حلو. دول بصلتين متوسطين، او يعني اقل من متوسط شوية. المفروض ان العجة تحب البصل الكتير، يعني لو حطينا 4 ولا 5 بصلات هتبقى حاجة يعني. بس انتوا عارفين البصل الله المستعان، يعني البصل ب40 جنيه. تشويحتين كده للبصل، ما بنحمروش، يعني احنا مش عايزينه يعني يلون. بس هو زي ما انتوا شايفين كده، يعني يا دوبك تبل كده تدبل كده. برضو من الحاجات اللذيذة انك تضيفي لها نص معلقة توم، تخليها جميلة، بتخلي ريحتها حلوة قوي. برضو التوم ياخد له تشويحة كده. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا جماعة دايما ذكر الله، ودايما ما ننساش ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا يعينهم ويقويهم يا رب. ده قرن فلفل، لو كان فيه فلفل الوان كان هيبقى ظريف قوي، بس يعني فلفل اخضر فلفل الوان مفيش حاجة بتوقفنا، كله شغال يعني الحمد لله. فلفل برضو بيديلها طعم حلو قوي، بيديلها ريحة جميلة. بس انا هديلها التشويحة ديت وهسيب الحاجات ديت تبرد عشان ما احطش البيض والايه استوى. فانا لازم اسيبها بعد ما تتشوح كده كويس والفلفل يتشوح كويس، لازم اسيبها اطفي عليه واسيبها بقى تبرد براحتها. بردت اهي، بردت خالص يعني. نجيب البولة كده اللي هنعمل فيها. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. صلوا على النبي يا جماعة.
شوية خضرة، يعني أنا حاطة شوية بقدونس على شوية كزبرة، بس يعني مش مستحب يكون يعني فيها عروق، ده يعني الورق الأخضر. البهارات مش كتير، ده ملح وفلفل وبهارات لحمة، وشوية بابريكا وكمون. برضو هي تحب الكمون قوي، اي حاجة يعني فيها بيض بتبقى حلوة قوي بالكمون. 4 بيضات يا جماعة، هو بيض كبير بس 4 بيضات. طبعا احنا عشان نعمل صينية كويسة وعايزينها بقى تبقى كده هشة ومرتفعة كده، عايزة لها بتاع مثلا يجي 7 8 بيضات بس. اوكي، احنا هنعمل ايه بقى، الدنيا نار يعني. الحمد لله. انا حطيت 4 بيضات، بس هقول لكم انا حطيت لها ايه عشان ترتفع. يعني هو طبعا الطبيعي ان احنا بنحط لها الكربوناتو، بس الكربوناتو الكتير، لو انا يعني كترت الكربوناتو عشان دولت 4 معالق 3 معالق من الدقيق، 3 معالق كبار مليانين من الدقيق. بالمضرب بقى اليدوي كده، وهفضل اقلب فيها لحد ما يبقاش فيها اي تكتلات خالص. هي مع نفسها كده يعني، ما بتتزودش اي سوائل ولا اي حاجة، هي البيض بس. وبتفضل بقى افضل اضربها كده لحد لما تبقى مفيش اي تكتلات فيها. شايفين يا حبايبي اتضربت بقت ازاي؟ ده بقى السر اللي انا بقول لكم عليه. حطيت شويه صغيره من الكربوناتو، وحطيت معلقه صغيره مليانه من بيكنج باودر. بيكنج باودر ما بيمررش، انما الكربوناتو لو كترناه بيمرر، وهي لازم تتعمل بالكربوناتو. فانا نظرا ان البيض بتاعها يعني مش كميه كبيره، فحطيت البيكنج باودر ده مع الكربوناتو، يرفعها ويخلي طعمها حلو جدا. بس سهلة ما فيهاش حاجة، وعشوة كده بسيطة وسريعة، والحمد لله والشكر لله. جميل، أنا شخصيا بحبها جدا، أحب العجة جدا يعني. جبت بقى الصينية ديت البايركس دي مدهونة زيت، نزل فيها العجة وادخلها الفرن. بس بقى يعني هي ده بيض طبعا يا جماعة، يعني فاش ما بياخدش وقت، يعني ما أخدتش ربع ساعة. وانت بقى حسب فرنك، يعني انت بتشغلي الفرن حسب فرنك، مش عايزه اقول لك وطيه قوي ولا عاليه قوي، بس تابعيها. بس يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، طلعت من الفرن تحفه تحفه. وبرده بنقيسها بخله كده، زي يعني نشوفها استوت ولا لا بخله او بطرف السكينه كده. بسم الله ما شاء الله، طالعه تحفه تحفه. تقدمي بقى جنبيها اي حاجه، شويه مخلل، شويه قطه مخلله، لفت، اي حاجه تبقى تحفه. عشوه جميله، وبألف هنا وشفا اللي هيجربها بإذن الله، وإن شاء الله تعجبكم. دول شوية سلطة حلوين كده، حطيت عليهم شوية لفت، شوية سلطة، يعني بجد حاجة تفتح النفس. جربوها، وعشوة جميلة، وبألف هنا وشفا مقدما. شايفين شكل السلطة جميل ازاي؟ ما تنسوش اللايك يا حبايبي، وتصبحوا على خير.